يعتمد الاقتصاد المحلي في مدينة وجدة المغربية الواقعة على الحدود الجزائرية في جزء كبير منه على نشاط هؤلاء المهربين. مئات منهم يجلبون البنزين على دراجات نارية أو على ظهور الدواب، مزودين بأوعية بلاستيكية خفيفة، يتوجهون يوميا لجلب المحروقات من الجانب الآخر للحدود، حيث تبقى أسعارها منخفضة بأكثر من 4 مرات مقارنة بما هو عليه الحال في المملكة المغربية. قول لي شحال من كيلومتر كتضربوا هنا؟ هادي قريب 1 الكيلو. كيلومتر واحد؟ اه وانت شحال هادي باش كتخدم هنا في شي 4 سنين. إلا أن هذا النشاط تراجع بحدة منذ شهر يونيو الماضي، بعد أن قدرت السلطات الجزائرية قيمة خسائرها بسبب هذا النشاط بمليار يورو، وأمرت بتجديد عملية مراقبة الحدود، ونتيجة تضاعف أسعار المحروقات المهربة، ما أثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية لأهالي وجدة. وهذه التكلفه اذا غادي ما يمكنش يتقبل هذاك السيد اللي كيكون مباشر يستعمل الوقود، ولكن عندها اثار على التنقل، على المواد الغذائيه، المواد الاستهلاكيه، وكان هناك ارتفاع في هذا الاتجاه. وبطبيعه الحال الناس تعودوا على واحد المستوى نتاع العيش معين بانهم كانوا يقتنوا مواد باثمنه منخفضه. الان ضروره مراجعه هذه العمليه. الحدود مع الجزائر مغلقة منذ العام 94، ولكن وبمطلع شهر يونيو تمكن المهربون رغم ذلك من توريد أكثر من 300 ألف طن من المحروقات بصفة غير شرعية. مهربون وتجار ما يمثل 18 ألف شخص يعيشون من هذا النشاط. مورد رزق كبير سيصعب على الحكومة إيجاد بدائل لتعويضه. بغينا بدائل، كنطلبوا من الناس المسؤولين انهم يحاولوا يخلقوا لنا مشاريع اللي تحاول ترجع لهم ثقة الناس، ترجع لها ثقة في راسها. نخلقوا مراكز تكوين. هذه ديجا راهم كيقولوا لنا انهم غادي يحاولوا يخلقوا لنا مراكز تكوين، ولكن لحد الان مازال ما شفنا شي حاجة. ومنذ اعتلائه عرش المملكة العام 1999 حاول الملك محمد السادس أن يفك العزلة الاقتصادية عن هذه المنطقة، وذلك عبر تمكينها من 700 طن من البنزين يوميا، كمية تبقى غير كافية لامتصاص غضب الأهالي الذين يعانون التهميش ونقص التنمية منذ عقود.